محمد رمضان يعلن العودة لدراما رمضان 2027 بمسلسل 30 حلقة. لكل اللي سأل عن محمد رمضان بيعلن رسميا رجوعه لسباق رمضان 2027 بمسلسل ضخم من 30 حلقة بعد غياب 3 سنين من وقت جعفر العمدة. رمضان وضح ان انشغاله التام بتحضير فيلم العالمي أسد اللي هيتعرض في عيد الأضحى 2026، وأعلن رسميا ان دوره في الفيلم هو اللي خلاه يبعد عن الدراما الرمضانية السنة دي، وده لأن الشخصية كانت محتاجة تركيز ومجهود جبار. كما أكد محمد رمضان إن هو بيشتغل بروح الهواية، وإنه هو بيأكد إن هو بيدور على دور كويس يعيش سنين زي الأسطورة وجعفر العمدة، مش مجرد مسلسل يخلص وينتهي بانتهاء الموسم. محمد رمضان عارف إمتى يغيب وإمتى يرجع بخطة جديدة تقلب الموازين. والمفاجأة بقى إن هو كمان هيشترك في تأليف المسلسل الجديد بتاع 2027 إن شاء الله. السؤال بقى الأهم، تفتكروا محمد رمضان هيرجع لنا بمسلسل جديد يكسر الدنيا زي جعفر العمدة والأسطورة، وبشخصية شعبية تانية تكسر الدنيا زي الأسطورة جعفر العمدة، ولا هيغير جلده تماما في 2027؟ ونهاية الفيديو نتمنى التوفيق للجميع، ويحيينا ويحييكم ربنا إن شاء الله السنة الجاية. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ومين وحشوا جعفر العمدة.